السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وستر. هنسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بصوا، كان عندي شوية فول كده باقيين من عندي، قلت ايه، فكرت اقوم اعملهم ايه بدل ما ادمسهم. قلت ايه، اعملهم فول نابت. خليتهم منقوعين في المية حوالي 24 ساعة، او ممكن تخليهم يومين اكتر لحد ما ينبت معاكي. بصوا اهو، لازم الفول ينبت كده. أكلة جميلة وصحية وبتاعت أهالينا زمان، مشبعة وجميلة جدا يعني. اعمليها وجربيها وهتعجبك إن شاء الله. اهو دول بتاع حوالي كوباية أو كوباية ونص، أو نقوله كوبايتين، يعني كوبايتين فول. نقعتهم، هحط بقى ايه مكونات عليهم. جربوه والله يا جماعة، حلو هيعجبكم، حلو قوي ومفيد يعني. هحط جزراية، هحط طماطماية، هحط بصلاية. آه وبعدين الشوربة بتاعته تحفة يعني، جميلة جدا والله. لو جربتيها هتعمليها على طول يعني. طبعا سخنت المية اهو، زي ما انتم شايفين. لازم تسخني المية، يعني ما تحطيش مية ساقعة. زي ما بقول لكم في كل فيديو، لازم يكون عندك غلاية على البوتاجاز او كاتل بقى زي ما تحبي، بس هو الكاتل بيسحب كهرباء كتير يعني. فانصحك انك تجيبي غلاية افضل يعني، او براد مثلا عندك قديم ما بتحتاجهوش للشاي، ممكن تسخني فيه ميه. خليه جنب اكلك كده، وانتي بتعملي اكل تزودي بالميه السخنه، ما تحطيش ميه ساقعه في اكلك. نزلت بالفول اهو في الميه المغليه. هخرط البصلايه، هقسمها كده من النص اهو. 4 اهو زي ما يكون، بس يعني مش هخرطها، حطها بحالتها كده، المهم تقسميها يعني. هحط الجزر والطماطمايه اهو. دول بيفرقوا في الطعم ويخلي طعم الفول جميل وهتحبيه وهتعمليه ان شاء الله. وان هو مغذي ومفيد والله. اهالينا زمان ما كانوش بيبطلوا يعملوا الوجبه دي يعني. هحط الليمونه دي ليه؟ عشان ما تخليكيش الفول يسود يعني. تعملي الليمونه، تعصريها عليها على الفول عشان ما يسودش منك. اهو زي ما انتم شايفين كده. عايزة طبعا تضعفي الكمية وتكتريها حسب الأسرة بتاعتك. حطيت القشر بتاع الليمون، ما تخافوش هتقولوا يمرر، لا ما بيمررش. بيبقى زي الفل ويدي نكهة كده للشوربة وجميل يعني، تحفة. غير ان احنا كلنا عارفين ان الليمون ليه فوائد كتير كتير قوي يعني. ويا ريت تفضلي يعني تعملي لك كل يوم كده كوباية مية، وتحطي عليها شرايح ليمون، ما تعصريش شرايح ليمون. مفيدة جدا جدا لكل حاجة، عشان تقاومي البرد، عشان حمض القولويات اللي هو بيبقى في المعدة ده. مفيد قوي الليمون. وجربيه واشربي وان شاء الله هتكرري على طول يعني. طبعا انا نزلت اهو بالجزر والليمون والطماطمايه والبصلايه. طبعا هخليه يستوي على النار، اخده على النار يستوي. وبعد ما يستوي طبعا هوريهولكم. طريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله لو جربتيه والله هيعجبك. ولو عجبك متنسينيش في دعوة حلوة، ها، وشير ولايك وسبسكرايب واشتركي في القناة وفعلي الجرس يا قمر يا اللي بتتفرجي عليا. اهو بصوا، حطيته على النار عشان يستوي اهو. نزلته. طبعا بتحطي اي مكعب بقى عندك، مرقة حبيتي، مرقة لحمة، مرقة دجاج، براحتك يعني. بصوا الفول كل ما تنقعيه كل ما يستوي معاكي يعني بسرعة. انما لو حطيه من غير ما تنقعيه، ما طبعا هياخد وقت كتير جدا. وده فول نابت طبعا، مش فول اللي هو الفول المدمس، لا ده نابت. فلازم تنقعيه عشان يزرع، ينبت كده يعني. اهو هحط حوالي كده فصين 3 توم في في الطاسة. حوالي من 4 فصوص ل5 فصوص توم كده في الطاسة، وهقلي وهعمل له تقلية كده. طبعا حطيت حتة توم نية زي ما انتم شايفين، بتفرق في الطعم وتخلي طعم الفول جميل جدا جدا جدا. هنقلي بقى التوم على النار زي ما بتقلي الملوخية كده، بس ده توم فقط يعني. مش هتحطي بقى كزبرة ولا بتاع، بس انتي حطي شوية كمون في الشوربة، يديكي بصراحة يعني طعم جميل جدا. ويعني ريحة كمان الشوربة، يعني عايزة اقول لكم ما اقولكوش بقى يعني ريحتها
فظيعة في الشقة والله. اهو هنقلب، حطيت شوية كمون، هقلب. طبعا هقلي بقى التوم. انا مفرزه التوم عندي، لو حد حابب يشوف طريقة تفريز التوم بيرجع للقناة ويشوف تفريز التوم. هو متعب شوية في الاول، بس هترتاحي كل السنة يعني. لما تعملي التوم طول السنة بتعمليه طول السنة، تجيبي بقى حسب الكمية اللي انت عايزاها يعني، بيريحك بقى طول السنة. حطيت هنا بتاع 5 فصوص توم كده، وعليها حتة سمنة او زبدة او اي حاجة بقى عندك تحبي تستعمليها. اي حاجة بتستعمليها في البيت يعني، سمنة، زبدة، زيت، اللي يعجبك. هقلي طبعا التوم زي ما بتقلي للملوخية، زي ما بتعملي كده ملوخية وتقللي، اهو هنقلي التوم زي ما انتم شايفين. بيدي نكهة رهيبة بقى للفول يعني. بصراحة انا عجبني وهكرره يعني ان شاء الله باذن الله. يعني احنا كنا زمان بنعملوه والله، اكلات زمان الجميلة الحلوة دي اللي احنا ما كناش بنزهق منها والله. ولا في تكلف بقى ولا بهرجة ولا حاجة، البساطة مفيش احلى منها في كل حاجة يا جماعة والله. ريت نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا هنا قليت اهو التوم. طبعا انتم ريحة التوم مالية الشقة، والطشة زي ما بتكوني بتطشي ملوخية، جميلة جدا 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 والله. لو جربتيه هيعجبك وهتكرريه كتير كتير، حلو قوي قوي يعني. ادعموني في القناة واشتركوا فيها فضلا وليس امرا، وربنا يكرمكم يا رب ويجعلكم كده نعمة في حياتي ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لكم جميل، وريحه ضربه في الشقه كلها والله. وكده الفيديو يكون انتهى. السلام عليكم ورحمه الله.